النهاردة حلقة استثنائية، وأنا لو متاح ليا أكتب كتاب تاريخ هكتب الحدث ده في تاريخ حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة كنزي لايف واي. يا جماعة، لازالت عطايا وكرم ربنا عز وجل بتتوالى كده علينا زي المطر، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. اللي حصل ده حاجة أسعدتني جدا، وانا واثقه انها هتسعدكم، فصممت انكم تشاركوني اللحظات السعيده دي. فاكرين لما عملت حلقه بحتفي بيها بزياره الشيخ الدكتور محمود المصري لقناتي المتواضعه؟ فاكرين فرحنا قد ايه بارسال حضرته تعليق في القناه؟ النهارده بقى اللي اتبعت مش تعليق مكتوب، لا دي كتب مكتوبه، كتب مش سطور في تعليق، كتب كتير اتبعتت من الشيخ الدكتور محمود المصري لدعم القناة ومساعدتنا في تقديم مادة علمية دعوية طيبة، ومجانا ما خدش مننا اي حاجة. فربنا يكرمه بأضعاف أضعاف كرمه زي ما أكرمنا ونفعنا كلنا. ما هي الكتب دي مش مبعوتالي لوحدي، الكتب دي ليكم كلكم عشان كلنا نستفيد منها في الحلقات، وربنا يقدرني وأقدر أوصلها لكم علشان الخير يعم على الجميع. وعلى فكرة، عشان في ناس ما كانوش مصدقين ان الشيخ محمود المصري هو اللي علق في القناة وقالوا لي لا ده مش حسابه، لا هو شخصيا بالفعل. وهسمعكم دلوقتي صوت حضرته وهو بيكلم بنتي كنزي لما زوجي تواصل مع حضرته على الواتساب. بنتي كنزي كلمته وكلمها ودعالها دعاء جميل جدا هتسمعوه دلوقتي، واحنا استأذناه قبل ما نحط المقطع ده في الفيديو. وهحط لكم لينك قناته الرسمية اللي تواصل معانا منها في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت عشان تتابعوها، هتستفيدوا جدا منها بإذن الله، كبار وصغار ونساء ورجال. اسمعوا معايا الأول دعاء الشيخ محمود المصري لبنتي كنزي. ربنا يبارك فيك يا كنزي، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. مش اسمك كنزي برضو ولا ايه؟ صح كده. ربنا يبارك فيك يا بنتي، ربنا يحفظك يا رب، يجعلك نبتة طيبة ونسيت اقول لك ان صوتك جميل جدا في القرآن، ما شاء الله، اللهم بارك. ما شاء الله يا بنتي، ربنا يحفظك يا رب ويبارك في عمرك ويبارك لك في امك وابيك واسرتك الكريمة يا حبيبتي، ربنا يحفظك يا رب. خلاص اتأكدنا انه الشيخ محمود المصري شخصيا اللي بيكلمنا، تمام؟ تفضل مشكورا. واعطى الكتب دي لزوجي عشان زوجي يديها لي وتكون عون ليا في الموضوعات الدعوية اللي بقدمها في القناة، فربنا يبارك في علمه وفي عمره وفي اهل بيته. هوريكم الكتب دي كلها دلوقتي عشان الناس اللي سألتني وقالت لي احنا مبتدئين في الالتزام او نفسنا نلتزم ومش عارفين اسماء كتب نتعلم منها. الكتب اللي هوريها لكم النهاردة ان شاء الله للمبتدئين وللملتزمين برضو من زمان، للكبار وللصغار والرجال والنساء، فما شاء الله كتب شاملة تنفع الكل. هم 35 كتاب. الشيخ محمود المصري مؤلف بسم الله ما شاء الله 270 كتاب، ما بين كتب في الفقه وكتب في السيرة وفي قصص القرآن وفي تفسير القرآن وعن الدار الآخرة وعن فقه المرأة وحكايات الأطفال وأذكار ونصائح وقصص عن الصحابة والصحابيات والتابعين. يعني ما شاء الله موسوعة. انتم متخيلين 270 كتاب؟ احنا بنقعد طول اليوم نعصر في دماغنا عشان نكتب موضوع تعبير في صفحة واحدة، وبيكون موضوع كله فتي وتأليف. لا، دول 270 كتاب على أسس علمية مدروسة، ده غير المحاضرات والحلقات اللي عملها في التلفزيون في الفضائيات وفي المساجد. أعطى حوالي 3000 درس علم، قضى 30 سنة في الدعوة إلى الله في المساجد في جميع أنحاء العالم وفي السوشيال ميديا كمان. عمل برامج إسلامية كتير في قنوات كتير، وحضر مؤتمرات في الجائزة الدولية للقرآن الكريم في دبي 7 سنين وفي ليبيا، ومؤتمرات تانية في أمريكا ودول أوروبا وجميع أنحاء العالم. الشيخ محمود المصري كمان حصل على الإجازة العلمية في الكتب الستة وفي جميع العلوم الشرعية. إيه هي الكتب الستة دي؟ الأول كتب الأحاديث الصحيحة المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، اللي هم صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن النسائي وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه. الست كتب دول الشيخ محمود المصري درسهم وأخد فيهم إجازة. يعني إيه إجازة؟ ببساطة كده يعني أخد الإذن من عالم كبير فاضل إنه يعلمهم للناس. انتوا متخيلين الست كتب دول قد إيه؟ ومحتاجين كام سنة عشان الواحد يقرأهم بس، فضلا عن إنه يتعلمهم ويدرسهم. إحنا قرأنا منهم كام كتاب؟ ولا حاجة. الشيخ الدكتور محمود المصري حصل كمان على الدكتوراه الفخرية مع مرتبة الشرف في التنمية البشرية من الجامعة الأمريكية تقديرا لمجهودات حضرته في المجال الرائع ده. لذلك عالم فاضل بالعقلية الدعوية دي وبالعلم ده لما يقدرنا بالشكل ده ويساعدنا بالشكل ده فله كل التقدير والاحترام والحفاوة، لأنه تفضل مشكورا واهتم بدعم قناتكم
فلازم يبقى حدث تاريخي في القناة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ مش من أجل المدح أو النفاق زي ما بعض الناس ممكن تتخيل، لكنه من باب توقير الكبير، الخلق اللي ضاع مننا اليومين دول إلا من رحم ربي. الشريعة الإسلامية أمرت بتوقير العلماء وإجلالهم. ربنا عز وجل قال في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ربنا ما سواش بين العلماء والجهلة، دول مش زي دول. العالم مش زي أي واحد بتتكلم معاه في الشارع ولا بتقعد معاه على القهوة، لا، لازم ياخد مكانته. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في صحيح أبي داود: إن من إجلال الله تعالى، يعني من مظاهر تعظيمك لله، إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني إنك تعظم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره والرفق بيه، لأنه له حرمة عند الله. باقي الحديث بيقول: وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني كمان احنا مأمورين بتوقير قارئ القرآن ومفسره اللي ما عندهوش غلو ولا تشدد ولا الهاجر للقرآن. والتابعي الفقيه طاووس ابن كيسان قال: إن من السنة توقير العالم. العالم يعني إيه؟ يعني اللي قضى حياته في طلب العلم لنفسه وفي توصيل العلم لغيره. وتوقير العلماء ملوش دعوة بالنفاق والتقديس والكلام اللي الناس بترميه كده بالباطل لما بيشوفوا حد بيوقر عالم. لا، مش عايزين نخلط الأمور ببعضها. التوقير اللي مطلوب ان احنا نوقره للعلماء بيكون بالدعاء ليهم، بالثناء عليهم والسؤال عنهم، انك تتفقد احوالهم وتزورهم، انك تاخد العلم عنهم وتنشره للناس وتنشر فتواهم للناس، انك تستر عيوبهم وتدافع عنهم بدون غلو، انك تنصحهم بالادب وتنصحهم بالمعروف لو في ايدينا نصيحة ليهم، ان احنا نعينهم على البر والتقوى ونعظم منزلتهم عند الناس. عشان العلماء لو ما خدوش مكانتهم وسط الناس محدش هيسمع لهم، فالجهل هيعم وينتشر. انا شخصيا اي عالم من العلماء بعتبره في مكانة والدي. الصوت ما يعلاش، العين في الارض، الكلام بكل ادب وتوقير واحترام. اصل هي دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، انا مش جايبه الكلام من عندي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فكلامي في الحلقة من باب توقير الكبير ومن باب انزال الناس منازلهم واعطاء كل ذي حق حقه. وربنا عز وجل قال: واذا قلتم فاعدلوا. فدي شهادة عدل في حق هذا الرجل يستحقها ولا نزكيها على الله. ويلا بقى عشان نتفرج على الكتب الجميلة دي ونكتشفها مع بعض. والناس اللي كانت بتسألني عن كتب مبسطة تساعدهم في بداية الالتزام يركزوا معايا كويس ويجيبوا ورقة وقلم ويكتبوا معايا أسماء الكتب اللي هيشوفوها دلوقتي. وهقول لكم في الحلقة إن شاء الله على عنوان المكتبة اللي موجودة فيها الكتب دي، وهحط لكم رقم تليفونها. الكتب دي كلها من تأليف الشيخ الدكتور محمود المصري. هنفتحهم كتاب كتاب وهقول لكم عناوين سريعة من كل كتاب عشان نعرف بيتكلم عن ايه، عشان تشوفوا ايه اللي يناسبكم وتقرأوه. الأول دي 7 مجلدات فيها شرح لكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. هيجيلكم في علبة حلوة كده زي دي. كتاب رياض الصالحين ده اللي كتبه الإمام النووي رحمه الله. رياض الصالحين ده عبارة عن كتاب فيه 1905 حديث نبوي شاملين جميع شؤون العقيدة والحياة من أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم زي ما رووها أصحابه رضي الله عنهم. ال7 مجلدات دول بقى شارحين الأحاديث اللي في كتاب رياض الصالحين الأصلي بطريقة مبسطة جدا. مش ساعات كده بنسمع أو بنقرأ حديث شريف ومحناش فاهمين معناه ولا عارفين مغزاه أو مش فاهمين بيوصل لنا إيه. المجلدات ال7 دي شرحلنا الأحاديث بأسلوب مبسط، أي حد هيقراه هيفهمه، وفيها تفاسير لبعض الآيات القرآنية وبتتكلم عن الفقه والعقيدة والأخلاق والعبادات والتربية الإسلامية. حاجات كتيرة قوي لازم نعرفها، ولازم الكتاب ده يكون موجود في كل بيت مسلم. وفي علماء كتير جدا عاملين مجلدات في شرح رياض الصالحين، كل عالم بيشرح بأسلوبه وكلهم رائعين. وفي إسراء، يعني لما تاخدي من هنا ومن هنا وتتعلمي من فكر العالم ده شوية والعالم ده شوية هتاخدي معلومات كتيرة جدا وهتاخدي البهاريز اللي في عقولهم كلهم. ندخل بقى على باقي الكتب. ده كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. أنا بعشق القراءة في الغيبيات. القراءة اللي من النوع ده بتذكرنا بالآخرة وبتقربنا من ربنا عز وجل أكتر وبتخلينا نزهد في الحياة وما يهمناش حاجة ولا يفرق معانا حد، عشان طول ما احنا باصين لبعيد إن في حياة تانية مستنيانا بعيد عن وجع القلب اللي احنا عايشين فيه وبنشوفه من الدنيا ومن الناس، هيهمنا ايه بعد كده. فجميلة جدا القراءة في ما يخص الدار الآخرة.
الكتاب بيشرح لنا من أول الموت وسكرات الموت والاحتضار ورحلة أرواح المؤمنين والكافرين وعلامات حسن الخاتمة وسوء الخاتمة وأمثلة عليهم وحياة البرزخ ونعيم القبر وعذابه وعلامات الساعة الصغرى والكبرى والنفخ في الصور والبعث والحشر ومشاهد من يوم القيامة وأحوال الأتقياء والعصاة من المؤمنين والشفاعة وإزاي بنفوز بيها والحساب وتطاير الصحف والميزان والناس اللي اتظلمت والناس اللي ظلمت هيعملوا ايه في بعض لما يقابلوا بعض يوم القيامة، وعن الحوض وعن مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض، وأخيرا بيتكلم عن عبور الصراط ووصف النار. تمام؟ الكتاب اللي بعده 1000 سؤال وجواب في العقيدة. الناس بقى اللي بتسأل عن الإيمان بالله وعن التوحيد، إزاي يكون إيماننا صحيح، وإيه هي مظاهر الشرك بالله، الشرك الأكبر والأصغر، والإيمان بالملائكة والكتب السماوية والرسل واليوم الآخر، وأسئلة عن علامات يوم القيامة والجنة والنار، والإيمان بالقضاء والقدر، وعن الإسلام وعن الولاء والبراء وعالم الجان والشياطين وعن التنجيم والأبراج، وأسئلة تانية كتير متنوعة في العقيدة. أهو الكتاب اللي بعده قصص القرآن للأطفال، في كل القصص اللي ذكرت في القرآن الكريم بطريقة مبسطة. الكتاب ده بنتي قرأته حوالي 4 مرات، كانت بتقرأ كمان لأصحابها في المدرسة، فسهل جدا وولادنا يقدروا يفهموا منه بسهولة ويحبوه ويستمتعوا بيه ويستفيدوا منه. معانا كمان كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للأطفال، بيشرح المجتمع في الجاهلية قبل الإسلام، وقصة أصحاب الفيل وزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبنائه، وعن البعثة ومعاناة المسلمين من الكفار في بداية الإسلام، والهجرة والإسراء والمعراج والغزوات ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين ومع الكفار، وفتح مكة، وآخر يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب اللي بعده تفسير جزء عامة للأطفال، هو مش تفسيره بس، ده كمان بيتكلم عن آداب تلاوة القرآن وثمرات وفضل حفظ القرآن الكريم وقواعد الحفظ، وبعد كده بيدخل في تفسير صور جزء عامة، فجميل جدا الكتاب ده. الكتاب اللي بعد كده معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، بيحكي عن معجزات الأنبياء من أول سيدنا آدم عليه السلام لحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكرامات أصحابه رضي الله عنهم. ومعجزات الأنبياء لما تقرأوا فيها هنهدى كتير، الناس اللي بتتعصب بسرعة وبتتنرفز من أقل حاجة ومش بتقدر تصبر على مصاعب الحياة، لما تقرأوا في قصص الأنبياء والصحابة وتشوفوا هم قد إيه عانوا وقاسوا هم وأقوامهم، وكمية الظلم والاضطهاد اللي تعرضوا له اللي ما نقدرش نتحمل ربعه، ومع ذلك ثبتوا على إيمانهم وكملوا لحد ما ربنا عز وجل كافئهم. كل ده هيهون عليكي أو المشكلة البسيطة اللي انت فاكراها موقفة دوران الكرة الأرضية، فمفيش أجمل من كده عبر ومواعظ علشان نتعلم منها الصبر والثبات على الإيمان بالله. الكتاب اللي بعد كده الآداب الإسلامية للطفل المسلم، كتاب رائع جدا تعلمي منه أولادك الأدب مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وأداب الطهارة والصلاة والمساجد والصيام والصدقة والدعاء والذكر وأداب الحياة عموما. نركنوا المسلسلات على جنب شوية، على جنب، والكورة والأخبار، واقعدوا مع أولادكم علموهم الحاجات دي عشان ما نتفاجئش لما يكبروا ونقول ابني عاق، ابني ما بيصليش ليه، ابني عنده شك في دينه ليه. ما هو عشان احنا مش مركزين معاهم، معودناهمش على الإيمان، فبالتالي لما كبروا مفيش إيمان. الأم والأب مركزين في الموبايل وسايبين للطفل اللي مكملش سنة تابلت أكبر منه يتربى عليه، والله أعلم كل ما بيقلب بيشوف فيه إيه. اركنوا التكنولوجيا المفسدة دي على جنب ولو ساعة واحدة في اليوم وعلموهم دينهم، هتفرق جدا في حياتهم وحياتكم. ادي الكتاب اهو. الكتاب اللي بعد كده شرح الأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية هي أحاديث رواها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى، لكن مش بتاخد نفس أحكام القرآن الكريم. القرآن بنتعبد بتلاوته وبنصلي بيه وبناخد على كل حرف 10 حسنات ويضاعف الله لمن يشاء، لكن الحديث القدسي لأ، القرآن كله من أوله لآخره صحيح، لكن الأحاديث القدسية في منها الصحيح وفي منها الضعيف. اللي بينكر آية قرآنية ده كافر وش، لكن اللي بينكر حديث قدسي لأنه معتقد مثلا أنه حديث ضعيف ما بيكفرش. وهكذا اختلافات كتير، لكنها أحاديث جميلة جدا ومؤثرة وبتمس القلب والعقل بجد. نيجي للكتاب اللي بعده مواقف إيمانية للمرأة المسلمة. الكتاب ده فيه نماذج من حياة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات وعن وفائهم
وحيائهم وأخلاقهم وتربيتهم للرجال. وبيتكلم كمان عن الحجاب والتبرج وكيفية تعظيم الصحابيات لأوامر الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومواقفهم في طلب العلم وفي الدعوة الإسلامية وفي الطاعات وفي العبادات وفي الذكر وفي فعل الخيرات وترك المنكرات، ومواقف النساء في التوبة وفي الدخول للإسلام والثبات على دين الله والتضحية والإصرار والجهاد في سبيل الله ونعيم النساء في الجنة، وأخيرا النساء المبشرات بالجنة. الكتاب اللي بعده نصائح للمرأة المسلمة. والكتاب ده أنا مش هعرف أتكلم عنه، ده لازم تكتشفوه بنفسكم. هو عبارة عن 730 صفحة، كل صفحة فيها نصيحة للبنات والزوجات في معاملاتهم مع أزواجهم، ونصائح في العبادات وفي الأخلاق. يعني من الآخر بحر، هتفتحي الكتاب ده هتنزلي في بحر من النصائح. أنا فتحته ومش عايزة أقفله. هو بسيط وسهل جدا وفي نفس الوقت ساري بالمعلومات والموضوعات المتعددة، هيعجبك وهينفعك وهيفيدك وهيفيد أولادك وأحفادك. الكتاب اللي بعده أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للأطفال. ولما تشوفوا كلمة للأطفال على الكتاب ما تفكروش إن هو للأطفال بس اللي يقرأوا فيه، لا، أطفال وكبار، لأنكم هتلاقوا في الكتب دي معلومات كتيرة جدا. فللأطفال مش للأطفال، نتعلم كل حاجة ونقرأ في كل حاجة. كتاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن حياة 43 صحابي جليل ومواقفهم العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحياتهم في الدعوة الإسلامية. الكتاب اللي بعده شباب وأطفال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، بيكلمنا عن 12 شخصية إسلامية إزاي يتربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوه قدوة ليهم لحد ما هم بقوا قدوة لينا، وإزاي التربية السليمة طلعتهم نساء ورجال بحق ربنا. بيكلمكم عن طفولتهم وعن شبابهم، وده هيفيدك جدا في تربية أولادك وبناتك. الكتاب اللي بعد كده الفقه الميسر للطفل المسلم، اللي لو فتحتوه هتلاقوا إن احنا يا كبار محتاجين نتعلمه قبل الصغيرين. في أحكام فقهية عن الطهارة وعن الصلاة وعن الجنائز وعن الزكاة والصيام والحج، ودي البدايات اللي المفروض الطفل يبقى عارفها. في كبار للأسف لسه مش عارفينها، فالكتاب ده هيفيد الآباء والأبناء جدا. كمان الكتاب اللي بعده قصص الرسول صلى الله عليه وسلم، ده بقى جامع القصص اللي رواها النبي صلى الله عليه وسلم سواء في القرآن الكريم أو في الأحاديث. وأحلى حاجة بقى إنه بيجيب لك الدروس المستفادة من القصة بعد كل قصة. ناخد المجموعة اللي بعد كده عقيدة الطفل المسلم، ده بيتكلم عن التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وشرح كل حاجة في أقسام الإيمان وأركانه بالتفصيل المبسط. الكتاب اللي بعده قصص نساء الأنبياء، من أول أمنا حواء عليها السلام لحد زوجة سيدنا زكريا عليه السلام. هتقولي لي إيه ده؟ أمال فين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هقول لكم في الكتاب اللي بعده كتاب أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، بيحكي عن بيت النبوة. اقرأي بقى وتعلمي ازاي تكون الزوجة الصالحة. بعد كده كتاب أذكار الطفل المسلم، واحنا كمان يا كبار برضو لازم نحفظهم. الكتاب شامل أدعية على مدار اليوم والليلة في حياتنا اليومية، وأذكار الصباح والمساء، وأذكار في كل حركة في حياتنا. جميلة قوي قوي لو حفظناهم وحفظناهم لأولادنا وعودناهم عليها من صغرهم. الكتاب اللي بعده منهاج الطفل المسلم، بيشرح أكتر من 100 حديث شريف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فيه قصيرة وبسيطة جدا ويقدر الطفل يحفظها بسهولة، وتقدروا تشرحوا له الحديث ببساطة هيثبت في دماغه وإن شاء الله مش هينساه أبدا. الكتاب اللي بعده أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا مسمياه نور النبي. نور النبي جواه كلام عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اللي السيدة عائشة رضي الله عنها قالت عنه كان خلقه القرآن، سيد الخلق، سيد ولد آدم. أخلاقه العظيمة دي اللي القرآن قال عنها وإنك لعلى خلق عظيم، اللي الكفار في عز ما كانوا بيعملوا كل الموبقات كانوا بيقولوا عليه الصادق الأمين. أخلاقه مشروحة هنا في الكتاب ده. أجمل قدوة ممكن نتعلمها ونقلدها ونتبعها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب فيه 27 خلق من أخلاق سيد الخلق أجمعين، اتعلموا واتبعوا. الكتاب اللي بعده كنوز من السنة
كيف تربح مليارات الحسنات. الكتاب ده بقى مليان فضائل، بيتكلم عن الفضائل، مش بيعلمك الإسلام، لا بيعلمك فضل التعليم اللي في الإسلام، فضل التوحيد، فضل الوضوء، فضل الطهارة، فضل الصلوات الفرائض والسنن، فضل الصيام، فضل الصدقات، فضل الحج، فضل القرآن، فضل الدعاء، فضائل كتيرة قوي. الكتاب اللي بعده نرصصهم على بعض كده وربنا يستر بقى ايه وما يحصلش زلزال يوقعهم ان شاء الله، القوة الا بالله، الله اكبر. الكتاب اللي بعده الفقه الميسر للمرأة المسلمة. مش هتحتاجي تطلعي بره الكتاب ده ولا تسألي حد على حاجة، افتحي الفهرس في اخر الكتاب ودوري على عنوان الحاجة الفقهية اللي محيراكي، هتلاقيها ان شاء الله. كله بقى فقه الطهارة والصلاة والملابس والخروج من المنزل ومعاملات الزوج وحقوقك وواجباتك والخطوبة والزواج والطلاق والميراث، كل حاجة بتعيشيها في حياتك من المهد إلى اللحد هتلاقي فتوى عنها في الكتاب ده. مش هتحتاجي بقى تجري وتدوري على حد يفتيكي، اتعلمي بنفسك وطلعي الفتوى ووصلي لها بنفسك. افرضي ما لقيتيش حد يفتيكي، نعيش كده، ما تستنيش حد يجيلك لحد بيتك ويعلمك، ده اسمه طلب علم، انت اللي تطلبي العلم وتدوري عليه، هو العلم كده، مش هو اللي هيجيلك، انت اللي هتروحي له. الكتاب اللي بعد كده قصص الأنبياء للأطفال، وبعد كل قصة الدروس المستفادة منها. لازم نعلم ولادنا قصص الأنبياء عشان مش هيلاقوا أحسن من كده قدوة عشان يقلدوها ويتربوا عليها من صغرهم. والأطفال بتحب القصص دي جدا، بيحبوا الحواديت قوي، وعلى فكرة بتعلق في أذهانهم أكتر من 100 درس. ومرة ربنا عز وجل أنزل القرآن بأسلوب القصص ليه؟ لأن الناس بتحب الحكايات وبتفضل فاكراها ومش بتنساها. أنا لسه لحد النهاردة فاكرة القصص اللي كانت بتحكيها لي المدرسة في الفصل، مش فاكرة حاجة من أيام المدرسة والطفولة إلا القصص والحواديت واللعب. فلما تبقى القصص والحواديت إيجابية هتفرق جدا في شخصية الإنسان لما يكبر. الكتاب الأخير معانا بقى حكايات عمو محمود. الكتاب من جزئين، عبارة عن أكتر من 1000 صفحة مليانين حواديت قصيرة للأطفال، وبعد كل حدوتة الدروس المستفادة منها، والحدوتة بتتقال من منظور تربوي وإسلامي بسيط الطفل يقدر يفهمها ويستفاد منها أحسن استفادة. الكتاب ده أنا ابتديت النهاردة أحكي منه حدوتة للأطفال اللي عندي، حدوتة الغزالة الذكية، وخليتهم بنفسهم استخرجوا الدروس المستفادة منها وكانوا مبسوطين جدا بصراحة. وإن شاء الله هكمل معاهم الحواديت دي كلها وهحكيها لهم. ده عنوان وتليفون المكتبة اللي فيها الكتب دي في القاهرة، ولو انتم في محافظة تانية اتصلوا بيهم هيعرفوكم تجيبوها ازاي. كده انا عرضت عليكم كل الكتب اللي الشيخ الدكتور محمود المصري بعتها لنا، ربنا يبارك في علمه وفي عمره ويتقبل عمله خالصا لوجهه الكريم. حب يقدم المساعدة والعون للقناة عشان نقدر نستفيد كلنا من العلم الرائع ده، وربنا يقدرني عز وجل واقدر افيدكم بالكتب دي واستفيد منها انا كمان. وكده جاوبت على اسئلتكم اللي طلبتوا تعرفوا فيها اسماء الكتب اللي اسلوبها مبسط، اللي تنفع في بداية الالتزام للناس اللي عايزة تحط رجلها على اول سلمة توصل بيها لربنا عز وجل. ربنا يعيننا ويقربنا منه ويتقبلنا عنده ويجمعنا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. والحلقة الجاية ان شاء الله هنكمل فيها الجزء الثاني من طريقة تحفيظ الاطفال للقرآن بطريقة مشوقة. هو انا كنت المفروض اعرضها النهاردة، بس ما ينفعش الحاجات الجميلة دي تيجي من غير ما اعرفكم عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.